السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. يا رب يسعد أيامكم ويفرح قلوبكم ويكبر خواطركم ويهنيكم دنيا وآخرة. قولوا آمين. النهاردة معانا حكاية قصة نحكيها مع العين وعز من القرآن. قصة النهاردة بتحكي عن سيدنا موسى والخضر والثلاث مواقف الغريبة اللي حصلت، اللي في ظاهرها بيكون اللي باين فيها شر، لكن الباطن بتاعها حكمة ربنا فيها هي فيها كل الخير والحماية لأصحابها. النهاردة هنحكي عن الثلاث مواقف وعن القصة بتقول إيه. كان يا مكان، كان في زمن سيدنا موسى بعلمه ونبوته ربنا أراد إنه يتعلم علم من حد صالح اسمه سيدنا الخضر. الحد ده كان عنده علم أكبر من سيدنا موسى. سيدنا موسى قال لسيدنا الخضر هو يكون صاحب ليه في الرحلة. سيدنا الخضر وقتها قال له إنك مش هتقدر تصبر معايا على كل حاجة هتحصل في الرحلة دي. سيدنا موسى أصر إن هو يروح معاه، وسيدنا الخضر أصر على سيدنا موسى إن هو ما يسألش عن أي حاجة في الرحلة اللي هيكون فيها معاه. فسيدنا موسى قال له خلاص أنا هصبر على الرحلة ومش هسألك في أي شيء. أكد عليه إن هو مش هيسأله في أي حاجة عشان خاطر يمشي معاه في الرحلة اللي رايحها. أول حاجة حصلت هو موقف السفينة. سيدنا موسى وسيدنا الخضر راحوا على شاطئ بحر، لقوا مساكين عندهم سفينة. المهم ركبوا معاهم السفينة. فهم راكبين السفينة، سيدنا الخضر راح عند السفينة وعمل فيها عيب ده إن هو عمل فيها ثقب أو إن هو خرقها. فحصل نوع من أنواع الاستنكار من سيدنا موسى إنه إزاي يحصل كده، فسأله أخرقتها لتغرق أهلها؟ سيدنا الخضر رد عليه وقال له إيه؟ قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وده كان أول موقف يسأله سيدنا موسى سيدنا الخضر. فسيدنا الخضر رد عليه وفكره بإيه؟ بإن هو لما هيمشي في الرحلة ما يسألوش عن أي شيء. ده كان أول موقف. الموقف كان طبعا بالنسبة للمشهد كله في الظاهر بتاعه شر، وباين جدا إن هو فيه أذى وفيه مأساة بتحصل. الموقف الثاني اللي مر بيه سيدنا موسى مع سيدنا الخضر هو موقف الغلام اللي موته سيدنا الخضر. حصل إن هم راحوا على قرية لقوا فيها طفل صغير، راح وموته. قصة فيها مأساة كبيرة جدا، وسيدنا موسى استنفر واستنكر وحصل نوع من أنواع الاستنكار للموقف. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ طبعا سيدنا الخضر وأنزلت القرآن هذه برضه الرد بتاع سيدنا الخضر وقال إيه؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي إيه؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي إيه؟ صبر. معي صبر. وده الموقف التاني. الموقف التالت إنهم راحوا على قرية عايزين ياكلوا وعايزين يشربوا، لكن مفيش حد في القرية استضافهم ولا حصل ضيافة ليهم. وبرغم كده وهم ماشيين في القرية لقوا جدار مايل أو إن هو خلاص قايل للسقوط. فسيدنا الخضر راح بنفسه وراح بنى الجدار ده. فحصل نوع من أنواع إن هو تعب، يعني حصل إن هو يوم شاق جدا أو وقت شاق جدا بنى فيه جدار لناس غريبة في قرية، والقرية أصلا مش مستضافاهم ولا عارفين ياكلوا ولا عارفين يشربوا في القرية. فسيدنا موسى وقتها قال له إيه؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وده معناها إيه؟ اللي إحنا بنقول عليه إن هو بنى أو عمل شاق جدا من غير مقابل أو مجانا. سيدنا موسى قال إيه؟ نبني الجدار ده وناخد عليه أجر تخلينا إن إحنا نعرف ناكل وإن إحنا نعرف نشرب ونكمل الرحلة بتاعتنا. فحصل إن سيدنا الخضر طبعا قال الرد بتاعه اللي أنزل في القرآن: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه. وهنا القصة انتهت للثلاث مواقف الغريبة، وحصل إن هو سيدنا موسى ما استحملش وما صبرش على كل المواقف دي واستنكرها كلها. وهقول لك اللي حصل في الثلاث مواقف إيه. قال له أول حاجة السفينة كانت ملك لمساكين، وكان ربنا طبعا ربنا كان مدي علم لسيدنا الخضر أكتر بكتير من سيدنا موسى وقتها. فكان معرف سيدنا الخضر إن في ملك ظالم بياخد كل سفينة بالغصب، بس أهم حاجة تكون السفينة إيه؟ سليمة. فهياخد السفينة دي بالغصب. فأردت أن أعيبها، إن هو يخرقها أو إن هو يعمل ثقب فيها. ليه؟ عشان خاطر المساكين ما يتخدش منهم السفينة ولا يستولوا على السفينة وياخدوا رزقهم. ده أول موقف. فالظاهر في الموقف إن هو شر وإن هو مأساة وإن هو بيخرق السفينة، لكن الأصل في الموضوع والحكمة بتاعت ربنا في الموضوع إن هو حماية للمساكين. الموقف التاني بتاع الغلام
سيدنا الخضر راح وموته، هو ربنا كان برضه مدي العلم لسيدنا الخضر ان الغلام ده هيطلع انسان شرير جدا، ظالم فاسد في الارض، هيتعب باباه ومامته جدا، وهيبقى انسان يعني ينشر الشر والفساد في الارض. فربنا اراد انه يبدلهم بطفل تاني وولد تاني يكون اصلح ويكون عبد صالح. فبرضه الظاهر في الامر ان هو مأساة وان هو حاجه مؤذيه جدا ومؤلمه جدا، لكن الاصل في الموضوع ان هو رحمه لابوه ولمامته، في ان هو يمنع الفساد، ان هو يكبر وسط اب وام ويشوفوا الفساد من ابنهم، وان ربنا يبدلهم بعبد صالح. الموقف الثالث هو موقف الجدار. كان في كنز تحته، كان ملك الاثنين يتامى لسه صغيرين، ولو كان الجدار وقع كان هيتسرق الكنز وكانوا هيكبروا مش هيلاقوا الكنز خالص. فحصل ان هو راح وعمل بدون مقابل، بنى الجدار وتعب في يوم كبير جدا، مفيش اكل ولا شرب ولا في قريه بتستضيفهم ولا في اي نوع من انواع الامور المؤهله لده، وراح بنى الجدار بمجهوده عشان خاطر لما يكبروا الطفلين يلاقوا الكنز تحت الجدار. فالامر برضه في الظاهر باين ان هو مأساة وان هو فيه اذى، لكن الباطن والحكمه في الموضوع ان في كنز متشال للطفلين لما يكبروا عشان خاطر كان ابوهما صالحا، فربنا اراد ان يكبروا ويلاقوا الكنز بتاعهم. كانت حكايتنا وكانت قصتنا. هنسال ايام وعايز دلوقتي ايه اللي استفدناه من القصه الملهمه دي اللي هي في سوره الكهف اللي بنقراها كل جمعه، وبنقرا قصه سيدنا موسى مع الخضر اللي ربنا ادى للخضر علم وامور اكتر بكتير من سيدنا موسى، برغم ان هو نبي وان علمه من عند ربنا برضه كبير. استفيد ايه عايز من القصه دي؟ ان ربنا بيبعت حاجة نبي خضر بس محدش عارفها. وحتى لما شفنا اول موقف لما كان الملك كان بياخد السفينة بغصب، ولما سيدنا خضر عمل ثقب في السفينة، فالملك الظالم ده مخدش السفينة وخلى المساكين. ولو كان سيدنا خضر ما عملش كده كان زوجة الملك الظالم خد السفينة والمساكين كانوا زعلوا. صح. وانت يا ليان شايفه ايه من القصه دي الاستفاده؟ ان ربنا بيدي حكمة لسيدنا خضر، وقال لسيدنا موسى اصبر سيدنا موسى ما صبرش عشان الامور كلها كانت صعبه. طيب الاستفاده ايه؟ ان احنا دايما لما نشوف الامور اللي بتبقى صعبه ان ممكن تبقى حاجه حلوه ولا حاجه شر. ممكن تبقى حاجة حلوة بس إحنا ما ربنا نعرفهاش دلوقتي، فرضها صح؟ عليه. ممكن نعرفها بكره. ممكن ربنا يكون شايل لنا حاجه احنا مش عارفينها، صح؟ ايه تاني نفكر مع بعض. والموقف التاني اللي هو لما موتوا الغلام، لو كان الغلام ده لو كان محدش موته كان زمان دلوقتي كبر وكان بيقتل في الناس وبيسرقهم وكان بيعذب باباه ومامته وكان يبقى فاسد جدا. صح. وانت يا ليان شايفه ايه في الثلاث قصص؟ ايه اكتر قصه حسيتك ان هي مؤلمه من الثلاثه؟ بتاعت الغلام اللي موت سيدنا الخضر. عشان انت مش عارفه ان هو كان هيطلع شرير، صح؟ بس لما عرفتي استغربت ان ربنا عنده حكمه وربنا عارف اكتر مننا، صح ولا غلط؟ ان هو لما هيكبر هيبقى شرير. وربنا سبحانه الله عوض بايه؟ بطفل صالح هيبقى صالح. طيب وانت انهي قصه من الثلاثه اثرت فيك او حاسس ان هي مؤلمه؟ او الظاهر بتاعها مؤلم؟ من الثلاثه السفينه؟ الاولى. الغلام؟ السفينه ولا الغلام؟ السفينه. ليه؟ كنت خايف ان هم يغرقوا؟ لو كان هيغرق كان دلوقتي ميتين. وانا استغربت، صح؟ طيب نقدر نقول ايه تاني طيب برضه في القصه دي كلها؟ واخر واحده بتاعت اللي هو الكنز اللي متشال. لو كان محدش بنى الحيطه كان دلوقتي لما الوالدين الصالحين لو كانوا كبروا كان دلوقتي مش هيلاقوا الكنز، وكان دلوقتي كانوا عايشين كانوا عايشين من غير اكل وشرب، كان دلوقتي ميتين. مش ميتين، ممكن نقول ان هم كانوا هيعيشوا حياه فقيره وصعبه جدا ومش هيعرفوا ياكلوا ويشربوا كويس. صح؟ وانت يا ليان حابه تقولي ايه تاني؟ وان احنا نصبر. صح، نصبر وما نستعجلش. ممكن يكون في حكمه عند ربنا تانية. ممكن ربنا يدينا امور واحنا ما نعرفهاش. صح. زي ايه مثلا؟
زي مثلا احنا اتأخرنا على مشوار، وده احسن بدل ما كنا نيجي على الميعاد وحصل حاجة ويحصل حاجة ونتأذي. صح. ايه تاني؟ ومثلا نجيب درجة وحشة في الامتحان، وربنا في الآخر هيعلمنا حاجة في الآخر. يعني ممكن سبحان الله الحاجه تبقى باينه ان هي مش كويسه، بس ربنا بيبقى رايد ان في حاجه كويسه ممكن تبقى وراها، صح؟ اه. وانت يا عز شايف ايه برضه؟ لو مثلا كنا دافعين مثلا تذكرة للسفر صح. والسفر اتلغى، كان ممكن الطيارة تعطل بينا وتقع على الأرض. بس هي على الطيارة فكره صح برضه. احنا بنقول ممكن عربيه تعطل، ممكن طياره تتاخر، ممكن حاجه تحصل، أو ربنا بيحمينا. السفر بيتلغي. كان زي ما تقولي لو كان متلغاش، ربنا كان بيحذرنا من حاجة وحشة جدا. كنا بيحمينا ممكن كنا ممكن الطيارة تقع بينا. كمان. انت وصلت الموضوع للطيارات تقع. طيب في حاجه تانية عايزين تقولوها طيب في القصه؟ أنا قول طيب بس. أو ممكن مثلا واحنا كنا رايحين مثلا امتحان واتأخرنا عليه حبة، وجالنا درجة مش وحشة، أو مذاكرناش حلو فجبنا درجة وحشة. مم. فربنا خلانا نتعلم معلومة. لو كنا جبنا درجة نهائية كنا دلوقتي ما اتعلمناش المعلومة دي. صح. ايه تاني؟ في حاجه تانية عايزين تقولوها؟ طيب نتعلم من القصص دي حاجه مهمه جدا. هو الدرس مش لينا بس، لكل الناس، درس كبير جدا ان احنا نصبر ما نستعجلش. واحيانا ظاهر الامور بتبقى مأساة ومؤلمه ومؤذيه وفيها خساره، لكن حكمه ربنا ان هي جواها حمايه، وجواها حاجه احنا ربنا بيحمينا فيها. بس سبحان الله بتحصل في الاول ان هي شكلها خساره وحاجه مؤذيه، وربما بيمنع ربنا عشان خاطر بيحمي وبيعطي. ربما منعك ويعطيك، وممكن تكون حاجه انت شايفها خساره دلوقتي لكن حمايه ليك بكره. انا بشكركم، ان شاء الله نعيش مع بعض قصص تانية تكون ملهمه مؤثره مفيده لينا كلنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا سلام.